اليوم عندنا موضوع المادة والوسيط المحسوس. من خلال موضوعنا المادة والوسيط المحسوس راح نتعرف على العمل الفني ماذا يتضمن. المادة نفسه الفن، إذا كان مسرح أو تشكيل أو نحت أو إلى آخره من الفنون الإبداعية. وهنالك عنصرين رئيسيين هي ظاهرتين رئيسيين، ظاهرة طبيعية وظاهرة بشرية. شرحنا قلنا الظواهر الطبيعية هي الظواهر مثل الجبال والوديان والينابيع والبحر. بعض الخريطة طبعا لازم يكون موجود ونرسم عليه مقياس الرسم. طبعا هذا هو مقياس الرسم موجود هنا. تتكون من 4 أجزاء. تتكون من المتاع، الكأس، كل جزء من هذه الأجزاء له وظيفة خاصة. في البداية نشرح عن مفهوم التحليل والنقد وأهميته. عملية التحليل يجي عملية النقد، إنه إحنا ننقد الشيء اللي حللناه. مفهوم التحليل والنقد إنه هم عنصران أساسيان. التحليل يتضمن تفكيك النص ونرجعه إلى عناصره الأساسية. التحليل والنقد إنه هي تطور الوعي الفكري الثقافي لدى الأفراد. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروفه وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروفه وعدى كل شيء، عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. معدني بظروفي الصعبة يبان جوهري في داخل. مادة المشاهدة والتطبيق تجمع ما بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، وتتضمن محورين، المحور الأول وهو المشاهدة، والمحور الثاني وهو التطبيق. في البدء نقوم أنا وزملائي بتدريس مادة المشاهدة والتطبيق، ونقوم بتوضيح ما هي المشاهدة، وما هي فوائد المشاهدة، وما هي أسس المشاهدة. والمشاهدة هي خطوة مهمة للتطبيق الفعلي في التدريس، ومصدر مهم يتعلم فيه الطلبة الشيء الكثير عن فن التدريس ووصوله. ومن ثم نقوم بتدريس الطلبة كيفية كتابة الخطة السنوية والخطة اليومية، وتدريبهم على أداء محاضرات أمام الطلبة ومدرس المادة، لكي يتم إعدادهم لمرحلة التطبيق الفعلي بعد الانتهاء من العطلة الربيعية. نشكر الأستاذ الدكتور رعد الحسيني، ونشكر الأخوة التدريسيين لجنة العلوم التربوية النفسية.